كسف ساعتها نزار جدا، وشه احمر وبص بعيد، وراح قال لها حاجة شبه كده. فكرت في رومل، ايه ده اتجنب عيني، هو معقولة وقع في الحب مع إلينسيا؟ اندهشت إلينسيا من رده وقالت له بس كده مش هتعمل حاجة تانية؟ ما فهمش الإمبراطور هي عايزة ايه بالظبط. قالت له إلينسيا أبي، هو انت أول ما بتشوف إصابتي كل اللي بتفكر فيه هو اللي انت عايز تعالجني؟ ارتبك الإمبراطور وقال لها أمال المفروض أفكر في ايه؟ في الحقيقة ده مش سؤالك انت بس، سؤالنا كلنا. ناس بتقول إنها شريرة سرقت منصب الأميرة، وناس تانية بتقول إنها شخصية طيبة رجعت الأميرة الحقيقية. يعني في النهاية هي شخص بيدور عنه كل أنواع الشائعات، وبغض النظر عن نوع الحياة اللي هي هتختار تعيشها هتفضل برضه محل الاهتمام. علشان كده ما ينفعش إنها تتحمى في إخواتها وروجين. لو اتجنبت المواجهة دي دلوقتي لأنها خايفة، مش هتقدر أبدا إنها تقف لوحدها لباقي حياتها. وبنهاية حفلة الترحيب بالأميرة الحقيقية كانت البلد كلها والصحف مش بتتكلم عن الأميرة، لا، بتتكلم عن الإمبراطور اللي واضح إن لها حب جديد بعد الإمبراطورة الراحلة. كل الصحف كتبت عن اللي حصل في الحفلة، واستغلت عيلة روزان اللي حصل، وبدأوا ينشروا شائعات إن في زواج ملكي قريب. رجعت لكم ببارت جديد، يلا بينا نكمل. بعد ما خلصت مراسم ذكر الاسم الأوسط لإلينسيا، بعدت فيلوميل وقفت بعيد وهي مش فاهمة ازاي اتغير الاسم الأوسط لإلينسيا. ممكن يعني ده حصل علشان هي لقت إلينسيا وجابتها سنة بدري عن الميعاد اللي المفروض تظهر فيه. ده غير ان في حاجة غريبة، حتى يعني لو افترضت ان نزار ما وقعش في حبها والامبراطور حاطط مسافة بينه وبينها، وده طبعا كان على عكس القصة. معقولة يعني حتى اسمها المقدس يتغير بتغيير الوقت؟ بالذات ان الاسم ده بيعكس روح الشخص، وإلينسيا هي إلينسا، فازاي هيتغير بتغيير الوقت؟ بس ساعتها وقفت فيلم بارتباك وقالت: الروح؟ معقولة ده؟ هو ممكن تكون إلينسيا روحها مختلفة عن روح الشخصية في الكتاب؟ لو ده حقيقي فده يفسر كلام كاثرين لما قالت ان إلينسيا اتحولت فجأة لشخص مختلف. وهي بتفكر قطع تفكيرها نظار اللي قرب منها وسألها اذا كانت مش هترقص. ردت عليه فيلم: ايوه مش عايزة ارقص النهاردة. احبط نظار من ردها وقال لها ان هو فاهم. فهمتش فيلم هو زعل ليه فجأة كده. راحت سألته: هو انت ليه هنا؟ هو انت مش المفروض انك ترقص مع الاميرة؟ رد عليها: اه قصدك الاميرة؟ ما هي حقيقة عرضت عليا بس انا رفضت. ما توقعتش فيلم خالص ان هو يرفض، بالذات بعد ما إلينسيا نفسها هي اللي طلبت منه قدام الكل. كمان نظره هو مستغرب لما لاحظ ارتباكها وقال لها: اكيد يعني هو هيرفض لان خطيبته مش هي الاميره إلينسيا، خطيبته هي فيلومين. ساعتها بس ادركت فيلومين حاجه مهمه جدا كانت ناسيها، انها لسه مخطوبه لنزار. هي كل ده كانت فاكره ان الخطوبه اتلغت كامر طبيعي يعني لما هي ما بقتش اميره. راحت بصت له وسالته: امال مين اللي بيرقص دلوقتي مع الاميره؟ شاور لها نظر على الاميره وقال لها: اللي بيرقص معاها دلوقتي هو كليان. بصت فيلومين وهي مسعوقه وقالت نفسها: هو ايه اللي جابه هنا ده؟ وهنا بقى نعرف مين هو الشخصية الجديدة كليان ده. كليان هو ابن الكونت إسكال اللي هزم الوحش سيربيوس، أقوى أنواع الوحوش، ومن ساعتها معروف بالبطل. وفي نفس الوقت هو البطل التاني حقيقي في قصة الأميرة إلينسيا. نرجع تاني بقى الفيلم المصدومة إن كليان ظهر بدري قوي كده. ده غير إن طبيعة كليان إن هو ما بيحبش يحضر أساسا الحفلات الارستقراطيين. وفيرموت بتفكر قطع مزار تفكيرها للمرة التانية وقال لها إن هما لاقيين قوي على بعض، وكمل وهو مرتبك: بالمناسبة أنا نسيت حاجة مهمة. بصراحة في الأول افتكرت إن ده مجرد شعوري، أنا عارف إن ده ممكن يكون وقاحة مني، بس انت جميلة أوي النهاردة. اتجمدت فيروميل من الكلام اللي مكانتش متوقعاه وقالت له: هو ايه ده فجأة؟ كح نظاره وكمل إن هو بمجرد دخوله القاعة ما قدرش إن هو يشوف حد في الحفلة غيرها. قالت فيروميل نفسها: هو ايه ده؟ هو أكل حاجة غلط النهاردة ولا ايه؟ وراحت سألته: ليه يعني؟ ليه ما شفتش غيري؟ هو في حاجة في وشي؟ الثقة والرومانسية عند فيروميل في الضياع حرفيا. رد عليها نزار اللي بيعاني يا عيني وقال لها: لا مش قصدي كده، انا قصدي انه كأن الضوء بيشع منك. وطبعا فيلم الحيطه الكلام ده محركهاش. وراحت قالت له فيلوميل: نزار خلينا نمشي احسن. خرجت فيلوميل من الحفله وانفصلت عن نزار وراحت الحديقه، وهناك قابلت ليكسيون وكاردن. وهي واقفه معاهم لقت الطيور جت تقف عليها. ما فهمتش فيلوميل هو ايه اللي بيحصل بالظبط. اتنهد ليكسيون وقال لها ان لوجين القى عليها سحر معقد حبتين، وخلاها كده كأنها بتشع والضوء حواليها بشكل ملفت للنظر. ايه ده؟ ده طلع نظار مش بيغزل ولا حاجة، دي طلعت بتشع فعلا.
المهم اتضايقت فيلوميل، ما فهمتش هو لوجين عمل كده ليه، وطلبت من ليكسيون ان هو يشيل السحر ده. رد عليها ليكسيون وهو بيحاول يدافع عن لوجين ان لوجين عمل كده علشان هو بيشوف دايما فيلوميل في عينيه بتكون بتشع، علشان كده عايز الناس كلها يشوفوها زي ما هو بيشوفها. اتنهدت فيلوميل وسألت ليكسيون لو هو يقدر ان هو يشيل السحر ده، بس رد عليها ان ده مستحيل طبعا، ما يقدرش يعمل كده. لو كان قوي كفايه ان هو يبطل سحر لوجين كان قدر من زمان ان هو يطرد لوجين من البرج ده ويسيطر هو عليه. بر الوالدين في ضياع في العيله دي. وكمل ليكسيون ان كل اللي هو يقدر عليه ان هو يحط عليها سحر يطرد الطيور اللي هي عليها دي. اما الباقي بقى لما تخلص الحفله تبقى تروح هي وتطلب من لوجين ان هو يشيله. طيرت فيلم للطيور اللي عليها وسالتهم انتوا الاتنين جيتوا الحفله ما دخلتوش ليه من بدري؟ رد عليها ليكسيون ان كان في قمامه مزعجه هو اتخلص منها فعشان كده اتاخروا. استغربت فيلم وقالت له قمامه؟ انت قصدك ايه بالظبط؟ اتدخل كاردن بعصبيه ورد عليها ان هم كانوا ماشيين رايحين الحفله وبالصدفه شافوا واحد اتجرأ على اهانتها. وقبل ما يكمل كاردن قطع ليكسيون على طول وحط ايده على بقه عشان يسكته، وراح قال لها بسرعه انه مفيش حاجه، هما الاتنين بس كانوا بيلعبوا رياضه في ليله مقمره. وراح كمل وقال لها كملي انتي طريقك احنا لسه ورانا شويه شغل. اتنهدت فيلم وهي بتفكر ليله مقمره ايه اللي في النهار. عموما كالعاده كنت حاسه بالفضول بس واضح ان انا ما كانش المفروض اسال. ومشيت فيلوميل عشان ترجع تدور على روزان وتاخد منها الخاتم. في الوقت ده في الحفله روزان حاولت انها تقرب من الينسيا عشان ترجع الخاتم اللي سرقته من فيلوميل. لازم ترجعه بسرعه بالذات ان هم اعلنوا دلوقتي ان فيلوميل مش مجرمه، فكده هي ممكن تتعاقب لانها سرقت الخاتم من فاعلة الخير بدل ما كانت هتكون البطله اللي انقذت الخاتم من الاميره المزيفه. وفعلا راحت روزان لإلينسيا وقالت لها ان في حاجه مهمه لازم تقولها لها، بس رفضت إلينسيا لان مفيش حاجه مهمه بينهم، هي اول مره تشوفها ولو عايزه تكلمها تاخد دورها لان في سيدات جم الاول. بس فضلت روزان تصر ان في حاجه مهمه هي لازم تعرفها. اتعصبت إلينسيا جدا وقالت لها لو سمحتي استني دورك. لاحظوا النبلاء تصرف روزان وفضلوا يهمسوا انها وقحه جدا مع الاميره على الرغم يعني انها مجرد بنت فيكونت. وبصوا لبنت عم روزان اللي جايه من عيله كونت وفضلوا يتريقوا عليها انها رغم انها بنت كونت الا ان ليها قرايب مستواهم منخفض قوي كده. اتعصبت مورد بنت عم روزان وحست بالاحراج جدا وقالت لها بعصبيه قدام كل اللي في الحفله اياك ان انت تبيني ان انت تعرفيني تاني ابدا. اتحركت روزان جدا وخرجت من الحفله وهي متعصبه. دلوقتي فوتت فرصتها انها ترجع الخاتم، لا وكمان فقدت فرصتها في الظهور في المجتمع الراقي. وقفت بره القاعة وهي عمالة تشتم في فيلوميل اللي من وجهة نظرها هي سبب في كل اللي حصل ده. وهي بتفكر فيها شافت فيلوميل قدامها وهي ماشية. لاحظتها فيلوميل اللي لحسن الحظ ما لحقتش تدور كتير على روزن، وقربت منها وهي بتقول لها اتقابلنا تاني. ارتبكت روزن لما شافت فيلوميل وكملت فيلوميل في حاجة كنت عايزة تقولها لي صح؟ تقوليها لي ولا الأوان فات؟ ردت عليها روزن بعصبية انه لا ما عندهاش حاجة تقولها لها، ده غير هي مش عارفة انها اتأذت دلوقتي بسببها. اتنهدت فيلم وردت عليها انها هي اللي اتسجنت مش روزن، وكملت وانتي كمان اللي ضربتيني وبتقولي انك مش عايزه تعتذري. ومدت ايدها وقالت لها اديني يلا الخاتم. اتعصبت روزن جدا وقالت لها وديهولك ليه ده كنز امبراطوري. فيلم كانت متوقعه ان روزن هتعمل كده فسابتها من موضوع الخاتم وقالت لها المهم انها ترجع الخاتم بسرعه لانها لو مرجعتهوش للعيله المالكه هيتم اتهامها انها اللي سرقته. ردت روزن انها عارفه ده كويس بس هو الخاتم مش معاها دلوقتي. قالت لها فيلومين انها هتديها وقت ترجع الخاتم لحد ميعاد انتهاء الحفله، بعدها هتبلغ عنها الامبراطور. استغربت روزان جدا ان فيلومين عملتها بلطف وما راحتش على طول انها تبلغ عنها، وراحت سالتها بس كده. في الوقت ده حركت فيلومين ايدها جامد عشان تسخنها. ردت عليها بس ده بالنسبه للخاتم، اما الضربه فهيبقى ليها حساب مختلف. خلينا نكون منصفين، انتي ضربتيني مره ولازم ردها لك صح؟ ارتبكت روزان جدا وقالت لها ازاي تجرؤي ان انتي تضربيني؟ انتي ما بقيتيش اميره، انتي يا دوبك مجرد عميه. ردت عليها فيلوميل خلاص عموما لو ما عجبكيش في طريقه تانية. تحب اقولك كل ايه اللي عملته ابنه الفيكونت فيا انا في عينه الخير للاميره؟ اتعصبت روزن وقالت لها ده مش عدل خالص، انتي مجرد واحده محظوظه اتولدتي كواحده من العامه بس مع ذلك عشتي كل حياتك اميره. ازاي الامبراطور مخليكي لحد دلوقتي ضيفة شرف؟ ومش كده وبس،
ده بيحاول كمان ان هو يخفي جريمتك. اكيد انت خدعتيه وعماله تمثلي قدامه دور اللطيفه الخجوله. بصت لها فيلم بحده وقالت لها: انت تعرفي ايه عني عشان تتكلمي عليا كده؟ اتفاجئت روزان من نبره فيلم اللي اتغيرت، وقبل ما تفوق روزان كانت فيلم اللي قربت منها وضربتها على وشها. وطبعا بسبب قوه لوجين طارت روزان حبتين ووقعت على الارض ومعرفتش انها تقوم. اتفاجئت فيلم لما شافتها على الارض ومش عارفه تقوم من قوه الضربه. ارتبكت فيلم شويه لحسن تكون خلعت لها سنه ولا حاجه، بس ريحت نفسها بانه حتى لو هي عملت كده وروزان حقيقي راحت اتهمتها بالعنف ضدها، ففي النهاية ده هيكون رد فعل اللي هي عملته قبل كده. وراحت قالت لها وهي بتضحك: ها، سمعتيني لما قلتلك ان قدامك 5 ايام الحفلة بس عشان ترجعي الخاتم؟ وافتكري ان انتي لو ما رجعتيهوش هبلغ عنك. وراحت سابتها فيلوميل ومشيت. بعد ما مشيت فيلوميل فضلت تفكر انها ضربت حد، ومهما يعني كانت بتاخد حقها فالضرب وحش، بس مع ذلك هي حاسه بانتعاش فظيع جدا. وقالت نفسها: معقوله دي طبيعتي؟ هو انا حقيقي لما كنتش اعرف المستقبل كنت هبقى زي فيلم الشريره زي ما كنت موجوده في الكتاب؟ وراحت افتكرت لوجين لما قال لها: انا بضرب اي حد عايزه اضربه براحتي. ساعتها حسيت فيلم بانذار ان ده ممكن يكون جينات، ووعدت نفسها انها من اللحظات دي لازم تعيش حياتها وتكون طيبه عشان في الاخر ما تنتهيش كمجرمه. وعدى ايام وجه اخيرا اخر يوم لحفله انانسيا، وده اليوم اللي قررت تظهر فيه روزن بعد ما فضلت حابسه نفسها ومش عارفه تحضر الحفله بسبب الضربه اللي لحد دلوقتي لسه معلمه في وشها. وعلشان كده حضرت الحفله المره دي كمان بقبعه كبيره مخبيه نص وشها. ما كانش قدامها حل غير كده لان النهارده اخر فرصه ليها عشان تدي الخاتم لإلينسيا، وفرصه ليها كمان عشان تحسن علاقتها بإلينسيا وتقرب منها، وكده هتقدر انها تنتقم من فيلوميل. في نفس الوقت ده فيلوميل شافت روزان وهي داخله القاعه. قرب منها الامبراطور وقال لها: ما كنتش اعرف ان انتي هتحضري الحفله النهارده. ردت عليه فيلوميل انها حقيقي ما كانتش ناويه تيجي، بس سمعت ان في حد هي عايزه تشوفه جاي فاضطرت انها تيجي. رد عليها الامبراطور: انا برضو كنت ماشي قريب من هنا ولمحت شخص كنت عايزه اشوفه فجيت وراه. قالت له فيلوميل: فهمت، انا هستنى هنا وتقدر حضرتك تروح للشخص اللي انت عايز تشوفه. فضل واقف الامبراطور وقال لها: لا، انا هفضل واقف هنا. بس طبعا دي كانت اخر حاجه عايزاها فيلوميل. سألها الامبراطور لو في اي حاجه مضايقاها في القصر. ما فهمتش فيلوميل هو بيعمل كده ليه. معقوله المساعد قدم له نصيحه تانية؟ طب هي مالها؟ الانسي هي المتضايقه بيقلق عليها هي ليه؟ جاوبته فيلوميل انه بالعكس هي مرتاحه جدا في القصر. بص الامبراطور على ايدها وقال لها: انا بقالي كتير جدا مش شايف معاكي الخاتم، هو انت ضيعتيه؟ خافت فيلوميل جدا واعتذرت له وقالت له ان هو مع حد تاني بس هي هترجعه له في اقرب وقت. ارتبك الامبراطور من رد فعلها وقال لها: انا ما كانش قصدي ان انا الومك، انا بس. وراح سكت لما لقى ان مفيش فايده من تبريره، وكمل: عموما انت قصدك ان الخاتم مش معاكي وده مش بارادتك، صح؟ مفيش مشكله، ما تقلقيش. وراح مشي وساب فيلوميل وراح قرب لروزان. ارتبكت روزان جدا لما لقيت الامبراطور قدامها، وهي بتفكر ايه اللي جابه عندها لقيته بيمد ايده ليها. واللحظه دي طبعا اتولد اكبر سوء فهم في الامبراطوريه. روزان وكل اللي في الحفله افتكروا ان هو بيطلب منها الرقص. حطت روزان ايدها على ايده وقالت له وهي مكسوفه ان مهارتها في الرقص ضعيفه جدا، بس هتوعده انها هتبذل جهدها. بس اللي هي ما تعرفوش ان الامبراطور كان في كوكب تاني خالص. بص على ايدها وكل اللي بيفكر فيه انه خلاص اتاكد من شكوكه، حقيقي خاتم معاها. هو اساسا من الاول قرب منها انه حاسب طاقه الخاتم، بس طبعا فكره ده كان جواه هو بس. كل اللي في الحفله كانوا عمالين يتكلموا ان الامبراطور اول مره يطلب من حد الرقص من ساعه ما الامبراطوره ماتت. فيلوميل واقفه وبص على الامبراطور مش مصدقه موقف الامبراطور اللي عشان يتاكد من الخاتم عمل كل سوء الفهم ده. بعد الامبراطور على روزان من غير ما يوضح سوء الفهم اللي حصل، ورجع لفيلوميل وسألها: هي البنت دي صاحبتك؟ ردت فيلوميل انها مستحيل تبقى صاحبتها. رد عليها الامبراطور: خلاص هو فهم، بس من النهارده تنسى موضوع الخاتم ده تماما، وهو هيبقى يصنع لها خاتم جديد. وخلع الامبراطور القفاز اللي كان مسك بيها ايد روزان وقال للمساعد بتاعه ان هو اتوسخ عشان كده يجيب له واحد تاني. ومشي الامبراطور وقال للمساعد وهو بيبتسم ان هو لازم يحقق بسرعه في عيله روزان ويجيب له كل تفاصيل قرايبهم، لانه واضح ان اللي جاي هيبقى مسلي جدا.
وبنهاية حفلة الترحيب بالأميرة الحقيقية كانت البلد كلها والصحف مش بتتكلم عن الأميرة، لأ، بتتكلم عن الإمبراطور اللي واضح إن لها حب جديد بعد الإمبراطورة الراحلة. كل الصحف كتبت عن اللي حصل في الحفلة، واستغلت عيلة روزان اللي حصل، وبدأوا ينشروا شائعات إن في زواج ملكي قريب. وبسبب إن القصر الملكي منفاش الإشاعات عن الجواز ده خلى عيلة روزان متشجعة جدا إنها تنشر شائعات أكتر. ومش كده وبس، دول بدأوا كمان يقووا موقفهم قدام النبلاء، وكل النبلاء يحاولوا يتقربوا منهم ويبعتوا لهم هدايا. وبدأت فعلا روزان وعيلتها يبدأوا مشاريع ويستلفوا فلوس تحت اسم العيلة المالكة. في نفس الوقت ده في القصر فيرمو كانت بتقرا الصحف ومش فاهمة هو ليه الإمبراطور مطلعش ونفى اللي بيحصل ده. والأهم من ده كله، ليه الإمبراطور قال لها إن هو يصنع لها خاتم جديد، كأنه يعني حاجة سهلة قوي كده، بالذات إن الخاتم ده كنز وطني. اتنهدت فيلوميل وهي عمالة تفكر. في الوقت ده بقى جيرميا اللي كان معاها في الأوضة فسر التنهيدة دي بشكل مختلف تماما. قال لها جيرميا اللي كان فاكر إنها متضايقة لأن باباها اللي عاشت معاه طول السنين اللي فاتت دي هيتجوز، إنها متشغلش بالها، وحاول يهون عليها وكمل إنه طبيعي يعني إن الإمبراطور مش هيفضل طول عمره على ذكرى زوجته اللي توفت من سنين. هي ممكن تكون مرتبكة دلوقتي بس مع الوقت هتتعود. بصيت له فيلوميل اللي فهمت إن تفكيره راح لبعيد جدا. ردت عليه فيلوميل: جيرميا، أنا مش فاهمة إيه اللي وصل تفكيرك لكده، بس أنا أكيد مش البنت اللي هتكتئب لأن باباها اللي هو أساسا مش باباها هيتجوز مرة تانية. اتدخل في الوقت ده لوجين اللي كان كالعادة موجود في الأوضة وقال لها: أيوة طبعا، انتي متضايقة مش بسبب ان هو هيتجوز، انتي متضايقة على السنين اللي انتي قضيتيها مع راجل وقح زي ده كباباكي، صح؟ اتنهدت فيلم وقالت له: لا برضو. وفقدت الأمل انها تشرح لهم، ورجعت تفكر في موضوع الخاتم، وان هو بسبب الشائعات دي مبقاش حد بيتكلم عنها كأميرة مزيفة. بصلها جيرميا ولوجين وهما مش عارفين ما يخليهاش متضايقة ازاي. وراح قرب جيرميا وقال لها ان هو سمع حاجة ممتعة جدا عن اللي شعرها احمر دي، وطبعا كان قصده هنا روزن. المهم كمل وقال لها ان هو سمع ان كان في حفلة للنبلاء وهي كانت بتتفخر فيها جدا، بس خطيبها نزار فضحها قدام كل النبلاء، وقال انها بتجيب منتجات مزيفة وبتلبس كمان منتجات مزيفة، يعني من النهاية ما تعيش الدور. اندهشت فيلوميل جدا ان نزار عمل كده وكانت فرحانة جدا. بصلها جيرميا وقال لها: خلاص حاسة بتحسن دلوقتي؟ ضحكت فيلوميل وردت وهي مبسوطة انها بس مندهشة قوي لانها اول مرة تسمع ان نزار يتدخل في حاجات زي دي. واتأثرت فيلوميل جدا لما حست ان هو ممكن يكون عمل كده عشانها، بس أدرجت تفكيرها وضربت وشها جامد وقالت نفسها: لا طبعا، مستحيل نزار يكون عمل كده عشاني. بصلها جيرميا ولوجين وهم مرتبكين جدا من تصرفاتها، وراح سألها لوجين: هو انتي مالك، انتي تعبانة او حاجة؟ لا لا لا، مش ده السؤال الصح يا لوجين، المفروض تسألها: هو انتي اتجننتي ولا حاجة؟ اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، اسفة بجد على التأخير، ونزلت فيديو اعتذار اشرح لكم في الظروف اللي خلتني اقطع فترة. استنوني في البارت الجاي، مش هتأخر عليكم. باي.